يوم من الأيام كان في شاب اسمه أحمد عايش في حي شعبي في القاهرة. كان دايما بيحب يمشي لوحده في الليل عشان يفكر ويرتاح من ضغط الحياة. في ليلة من الليالي وهو ماشي في الشارع اللي كان دايما يمشي فيه لفت انتباهه حاجة غريبة. كان في نور خافت بين شوية أشجار متفرقة على الناحية التانية من الشارع، والنور ده كان لونه غامق مش طبيعي، كأنه بيهتز أو بيتحرك. أحمد وقف يتفرج على الحاجة دي وفضل يرفع راسه عشان يشوفها كويس، وفجأة بدأ يحس بحاجة غريبة، كأنه عينه تتوجه ليه من بعيد وما قدرش يبعد عنها. كانت عينه، أو على الأقل ده اللي حس بيه، بتشوفه من مكان بعيد كأنه عايش في عالم تاني وماسك عيونه فيه وبتراقبه من غير ما يغمض. اللي مخليه مرعب أكتر إن العين دي كانت بتتغير، كانت تتفتح وتغلق وكأنها بتراقب كل حركة بيعملها، مع إن مفيش حد حواليه غيره والشارع كان فاضي. أحمد حاول يبعد لكنه حس إن رجله مش بتتحرك، كأنها متشبثة بالأرض، ودماغه ملخبطة مش عارف يركز. وبعد شوية بدأ يسمع صوت همسات خايفة هادئة جدا، كأن حد بيهمس في ودانه. بس الغريب إن الصوت كان مش واضح، كان غامض ومش مفهوم، بس اللي واضح إنه بيتكلم عن حاجات غريبة، عن الموت، عن عيون شايفة كل حاجة وبتراقب من بعيد. ومش بس كده، ده كمان إن العين دي مش بس بتشوف، دي كمان بتفكر وبتحكم على الناس. فجأة بدأ الضوء اللي في العين دي يزداد وابتدى يظهر شكل غريب. كان شكلها مش واضح، بس كانت ظلال وعيون مليانة شر، مليانة رغبة في السيطرة. أحمد حاول يصرخ، يهرب، يلمح الطريق، بس كان حاسس إن عيونه مسيطرة عليه ومش عايز يسيبه. وفي اللحظة دي بدأ الصوت يختفي والعين دي رجعت تبتعد، بس مش بسرعة، كانت بتمشي ببطء، كأنها عايزة تفضح، عايزة تسيطر، وبتختفي تدريجيا في الظلام. وساعتها أحمد رجع يقدر يتحرك وجرى من المكان، وهو لسه شايل في دماغه الصورة دي اللي مفيش حد يقدر ينساه. عيون بتشوفك من بعيد وبتراقبك وبتفكر فيك وتخلي كل شيء حواليك يحول